وكأنه تخاطر، كأنه تخاطر، وكأنك تقرأ أفكار الناس اللي أمامك. وأنتم تعرفون أن الشيخ عبد الله بن عثيمين رحمة الله عليه تكلم في هذا الموضوع، قال وكأنك تقرأ ما في قلوب الناس. يا شيخ أنا كنت على فترة على الرقية، فرأيت رؤية أنه كنت أنا بغرفة بنية، الفرش بني وفراش بني والسقف بني، كل مكان بني يعني، وكنت نايم بالمقلوب، راسي مكان رجولي ورجولي مكان راسي. فرأيت بالجدار باليسار يعني ذاك اسمه حية كانت نايمة وقامت، فقامت تهجم علي، فكانت عمية ما تشوفني. فطلعت برا الباب وقفلت، طلعت برا غرفة وقفلت الباب. الا لقيت امي واخواتي برا، كان المكان بيت مو بيتنا ولكنه كان ابيض كامل. فجو يشوفوني يعني، قلت انه طلعت من عند الحيه. امي قالت خل اختك عجائب تذبح الحيه. انا قلت ليش نخاطر بعجائب، خلى الدفاع المدني هو اللي يذبحها يعني. هذا الرؤيه الاولى يا شيخ، وعندي رؤيه ثانيه كانت تسمح لي. طيب معلش ناخذ الرؤيه الاولى. انت متزوج ولا لا؟ لا. كم عمرك؟ 25. تعاني من مشاكل صحيه؟ والله من يوم كان عمري 6 و7 سنوات. كيف صلاتك وكيف عبادتك وكيف دينك؟ والله يا شيخ أنا متأكد وضامن إنه معي مس يعني. لا أتكلم عن عباداتك وعن صلاتك، أنت تصلي ولا ما تصلي؟ كذا من الأخير. أصلي ولكن بدون خشوع، أصلي بالبيت، ما أقدر أصلي بالمسجد. لا ما أتكلم عن المسجد ولا غيره، أنت تصلي الفروض الخمسة بوقتها ولا لا؟ صحيح أصلي. نعم حتى لو كان ما في خشوع، إنما أنت توضي وتصلي. إيه. طيب وأذكارك وأمورك تمام؟ صحيح. وش الشيء اللي أنت مخالفه بحياتك؟ مخالفة؟ في شيء أنت مخالفه بحياتك؟ في شيء خطأ قاعد تقترفه الآن خطأ بحياتك؟ لا يا شيخ ما أشوف. بعيد عليك السؤال. في شيء تسويه مخالف تماما عن المفترض أنك ما تسويه، شيء مخالف لك سواء بجوالك، باتصال مع أحد، بتعاملك، سهرك مع أحد، في أمر قاعد تخالف فيه ولا لا؟ لا لا يا شيخ. لا. طيب أعطني الرؤية الثانية. الرؤية الثانية يا شيخ، رأيت إني جيت أنا وعندي أخت، جيت أنا وأختي عجائب بيتنا القديم بالرؤية، هو ساكنين فيه لحد الآن. جينا على إنه بيتنا القديم، فكان البيت متهالك ومغبر زي كذا قديم يعني. فدخلنا البيت يعني، فدخلنا غرفة الوالدة، فرغينا أمي منتفخة يعني نايمة وإنها منتفخة يعني مرة حجمها كبير. فمسكت أختي قلت لا هذا مو أختي، هذا المس، أنا أعرف المس. فهجم علينا المس، كان معه سكين ومتغبي وراء الباب، فكنا نتهاوش أنا وهو يعني. فرجعت إلى الصالة وقمت أقرأ عليها آيات ما أذكرها، بعدين قريت عليها سورة الزلزلة. فنظفت الغرفة الحمد لله ونورت الغرفة يعني، المكان صار نظيف كامل. اتجهت إلى الجانب الثاني من البيت، كان أكرمك الله عند مدخل الغرفة الثانية أكرمك الله والسامعين بول قديم ميبس وقطع قماش جنوز يعني جنز ملابس. فدخلت الغرفة، تعديت المكان هذا ولقيت جن صغار يعني 7 8 تقريبا صغار، كلهم شياطين صغار. فدخلت عليهم الغرفة وقعدت أقرأ عليهم وأطردهم برا يعني، كنت هاوشهم يعني. فقبل لا يطلعون كاملين من الغرفة وقعت على ركبتي يعني نص طيحة، فانتهى الحلم يا شيخ. تمام. الرؤية هذه بعد هي الأخيرة ولا لا؟ هي الأخيرة صحيح. طيب إذا الحمد لله، هذه تبشر بخير. كم عمرك قلت لي؟ 25. موظف ولا لا؟ صحيح. إيه. خطبت وبطلت ولا ما خطبت أصلا؟ أنا الصراحة ما أقدر أتزوج يعني، عندي أكثر من مرض، فمتعبني مرض روح يعني، فمتعطل. طيب. دراسيا وظيفيا كل شيء متعطل يعني. موظف ولا لا؟ إيه صحيح موظف حاليا، ولكن وظيفة سيئة زي ما تقول الحمد لله يعني. طيب خليني أسألك عن هذا السؤال بكرر عليك. أمك أو أنت أو أختك أحد منهم تكلم في موضوع الزواج وبطلتوا، كانوا يبغون يزوجونك وبطلوا ولا لا؟ اي قبل من زمان والى الان يحاولون فيني، ولكن يعني الظروف ما تسمح يعني. طيب هذا شر صرف عنك، شر صرف عنك، خاصة خطبة منهم يعني، ربما تكون في خطبة واحدة من هذولي رب العالمين صرف عنك امرأة سيئة كانت بتكون بحياتك، صرفها الله سبحانه وتعالى. الشيء الثاني، هذا المنام يدل على أنه فيه أمر قاعد تخالف فيه، أما طريقة رقية أو أنك أنت طرقت باب أحد يعني على أساس تصير بخير بغير يعني مكان غير شرعي، أما بتليفون أو بأمر من الأمور أو بأعشاب أو برقية من شخص. أنا رحت الراقي يا شيخ وبعد رأيت الحلم هذا اللي هو الأول.
الأول اللي كان يعطيني أعشاب عن الشذاب، رش الجسم وبعد زيت الزيتون والأشياء هذه. وكان يرقيك بالقرآن بشكل واضح وصريح ولا كان يرقي شيء بسيط يعني، عرفت؟ كان أول ما ندخل من الغرفة يناظر عيوني، لما أجلس يقول لي اجلس على اليسار أو على اليمين. انا قلت لك انا واضح من رؤياك انك انت خالفت امر، انك دخلت على شخص، قلت لك انا داخلك على شخص ما هو براقي اصلا، انما يرقي باساليب ملتويه، ويدخل فيها اعشاب غير شرعيه وما لها تاثير ولا لها اساس اصلا في علاج الانسان ابدا، انما احيانا تجلب الشياطين. لذلك انا ليش؟ لانك انت حاط راسك مكان رجولك بالغرفه، وكانت الغرفه كلها مقبله، وبعدين في حرمه داخل وطلعت وتركتها، وبعدين طلعت، معناته ان هذا الشخص كان مؤذي لك بالرقيه. لذلك كل اللي اعطاك اياه هذولي كلها كبها برا ولا تستخدمها، استخدم فقط قران، سنه، دعاء ماثور، زيت زيتون، ماء، عسل، الحجامه، هذا اهم شيء. الحبه السوداء اذا حبيت، انا ليش امنع من الحبه السوداء وما اتكلم فيها كثير؟ لانه احيانا يكون الانسان عنده انزيمات الكبد مرتفعه، في ذاك الحبه السوداء تزيد عنده الانزيمات او ترفع نسبه المناعه في الكبد، تصير عكسيه، وما احب اتدخل في الاشياء اللي تضر لا سمح الله كبد وما شابه ذلك. لكن الماء، زيت الزيتون، العسل، الحجامه، الاغتسال بالماء، هذه كلها مستحيل تضر الانسان سواء مريض او غير مريض، الا اذا فيه جروح بس، او في اشياء نادره جدا. نعم. الرؤيه الثانيه، اكمل لك، الرؤيه الثانيه مبشره لك بانه بمشيئه الله سبحانه وتعالى راح تمسك الطريق الصحيح والطريق السليم في الرقيه الشرعيه، وراح تقضي باذن المولى سبحانه وتعالى على هذا الاذى اللي انت فيه، وراح ينتهي تماما. بالنسبه لتدخل اختك هذه، انا اسالك عن دينها وعن صلابتها وعن قوتها وعن تاثيرها عليكم في البيت، اللي هي جمانه اعتقد قلت. عجائب. عجائب. هذه كيف قدرتها عندكم في البيت وكيف مكانتها في المنزل؟ ما هي ساكنة معنا يا شيخ من زمان هي. لا اتكلم عنها بصفه عامه، سواء عندكم ولا ما هي موجوده. البنت جيده. جيدة صحيح. نعم. ربما هي الله اعلى واعلم قلبها عليكم وتدعي لكم دائما، هي راعية عباده وراعية صلاه وصاحبه دعاء، صاحبه دعاء، فربما يكون دعائها اسال الله ان ينفع به لكم كاسره. ابشرك انك راح تمسك الطريق الصحيح وراح تصير بخير باذن المولى سبحانه وتعالى بفضل من الله ومنه. نعم. طيب عندي استفسار يا شيخ. استفسر يا عبد الرحمن. بعدين انا بنصحك لا تطرق اي باب ولا تطرق اي نافذه غير شرعيه ابدا، حتى لا تسيء لكم، لانه ترى هذول حقين النجوم، حقين الطاقه، وحقين الشكرات، حقين الاعشاب هذه اللي ما نعرف وش هي، خلطات ومدري وش هو، هذول كلهم ترى احيانا، ما هم كلهم، انا اسف ما اعمم، لكن في الغالب اللي ما يرقي بالقران مباشره وبالماء والزيت والعسل، هذا معناته انه ممكن يدخل اشياء ثانيه احنا ما نعرفها. والله يا شيخ هو يعطي ماء وزيت وعسل وقريته القران يعني صورتين بسيطه ويقفل، وبعدين يقفل، بعدين يقول لك تعال على اليمين وعلى اليسار اسوي لي كذا حركات، يعني تلفت النظر شوي. لانه انا ليش اجلس واحد على يساري وعلى يميني ولا لا اجلسه قدامي؟ ممكن اخلي جالس على كرسي ويعطيني مقفاه بحيث اني اقرا عليه من الخلف. انا كنت قدام يا شيخ، بس اقصد يقول لي على مرتبه جهه اليمين او اليسار. طيب يا شيخ عندي استفسار بسيط يا شيخ. احيانا انا اذا جيت عند احد معي بالدوام او شخص زي كذا، يعني اعرف انه احس انه معه مس، فاجي اقول له اساله سؤال يعني اذا منت عليه او زي كذا، يعني اقول له انت معك مس، يبدا يقول لي وفضفض لي انه معه مس وامه صاير معه كذا، يعني صرت اعرفهم يعني. ودائما اذا جيت ارقي نفسي انا بالبيت، يعني جيت ارقي نفسي اقرا على نفسي، فجاه اشوف نفسي مفهي اني ارقي ناس يقربوا لي او ناس اعرفهم، اني انا اشوف اني اقرا عليهم، يعني بدل ما اقرا على نفسي اشوف اني ساج فيهم يعني. وكل والله حالتك واضحه يا عبد الرحمن، لكن انا ما اقدر اصرح فيها ولا اقدر اقول لك عليها. طيب تضيفني خلاص، الله يفتح عليك ابو رحمه. تبغاني اقولها كذا قدامك؟ قلتها، ايش رايك؟ قلها، ما عندي اي مشكله. انت من كثر ما قرات، من كثر ما مريت فيه من ظروف، من كثر ما تعرضت فيه من الاذى طوال حياتك، اصبح عندك شيء من المس المسلم، او وكانه تخاطر، وكانك تقرا افكار الناس اللي امامك. وانتم تعرفون ان الشيخ عبد الله بن عثيمين رحمه الله عليه تكلم في هذا الموضوع، قال وكانك تقرا ما في قلوب الناس، هذه حاسه واحيانا تكون تدخل من الشياطين في هذا الامر. لذلك انا بنصحك نصيحه لوجه الله سبحانه وتعالى، انك تقرا في سوره الحشر كامله او خواتيم سوره الحشر وسوره الانسان بكثره مع القراءات الاخرى، حتى يزول هذا الشيء، انك اذا جلست مع احد ما تعرف ايش فيه وش ما فيه. طيب يا شيخ، مو من مصلحتك. نعم. في شيء معين اللي هو امي تشوف انه ناس يشوتون علي نار ولكن ما يصيبني شيء، انا جالس واضحك ما افكر يعني، والنار من يمين ويساري ولا يمسني شيء. اي في ناس فعلا يبغون يؤذونك، او من الجن او من الانس، يبغون يؤذونك بالواقع، وربما يكون فيه من الجن،
ولكنهم ما استطاعوا، لانك زي ما قلت لك الان انت من كثر القراءات وكثر ما قرات ورقيت على نفسك اصبحت وكانه انت المفترض تكون راقي. المفترض الان تكون راقي، مو ما ترقي، ما حد يرقيك، المفروض تكون راقي الان. طيب انا تعبان يا شيخ، كيف ارقي الناس وانا تعبان؟ المفترض انك انت الان تجيبها عكسيه، انت الان ترقي، انت الان ترقي، لانه مرحبا يا ملاك، لانه الكلام اللي قلته لي الان انت انه انا اجلس مع احد واساله ويجاوبني، هذا دليل على انه عموما استمر بالرقيه اللي قلت لك، طلع الاعشاب من البيت، طلع كل شيء الدخون والاشياء اللي عندك، استعن بالله سبحانه وتعالى، خليك على سوره البقره مره واحده، على بعض الصور الثانيه تنقل، ارقي نفسك بالفاتحه وايه الكرسي والمعوذتين، ولا تكثر في الرقيه على نفسك. نعم. طيب يا شيخ استفسار بسيط وامشي خلاص. يلا هات. هل اعلم الناس انه معهم شيء؟ انا قاعد اعلمهم انه معهم شيء. لا تعلم احد ولا تسالهم ولا تتكلم معهم ابدا. واعطيهم خلطات والله قاعد يستفيدون يا شيخ، اللي هو ولا تعطيهم خلطات ولا تسوي لهم شيء ابدا، الا اذا كنت ناوي ترقي ادخل في باب الرقيه، اذا انت متمكن وبديت تتمكن ابدا بالرقيه. نعم. انا اول شيء يخرج من جسمي كامل رائحه ماني عارف وش سببها، فقاعد احاول اني ادرسها واحاول اني اتزوج، والاشياء هذه ما قادره تضبط معي، جميع فحوصاتي سليمه، الرائحه اللي الحين تخرج من جسمي. طيب اغتسلت بالماء اكثر من مره وكررت؟ والله كثير. اغتسلت بالماء والملح؟ فترات كنت اعالج فتره واوقف، اعالج فتره واوقف، يعني طيب. زي كذا. طيب حاول بجهد المستطاع انك تغتسل بالماء والملح، واذا كان في عندك مسك اسود تحط على الجسم تنقيط، مثلا في الرقبه، في الاكتاف، بالظهر، يعني تلمس جسمك بالمسك باستمرار حتى بمشيئه الله سبحانه وتعالى يزول هذا الاذى، لانه انت قلت لي من وانت طفل ولا لا؟ صحيح. المفترض ان دائما، وانا حذرت من هذا الشيء وقلت لكم الاف المرات، انه المفترض ان الاهل دائما يلاحظون عيالهم، اول ما تبدا تشوف فيه اي حركه سلبيه غير طبيعيه غير مالوفه من الاطفال، مباشره تبدون عليهم الرقيه الشرعيه، انتم في البيت بالفاتحه والمعوذتين، لا تتجاوزون وتروحون للمستشفى، ولا توقفون الرقيه مهما تداويتوا بالاكلينيكي، لا توقفون الرقيه على ابنائكم حتى ما يصير كانه مستودع او كانه مخزن قديم للمس الشيطاني. طيب شيخ انا وش اسوي؟ انا ماني فاهم ترى الصدق. خلاص ابعد عليك سريع حاجات بسيطه تخليك تفهم. مرحبا يا نايف، ابغاك تطبق من الان اللي بقول لك عليه. زيت زيتون نظيف سليم من كل الشوائب، لا تحط عليه لا اعشاب ولا تحط معه شيء ابدا، تفتح الغطاء تقرا فيه الفاتحه مره واحده، الخمس الاوائل. انت تسجل شاشه ولا لا؟ ايه. طيب الفاتحه مره واحده، الخمس الاوائل من سوره البقره، خواتيم سوره البقره، ايه الكرسي والايه اللي بعدها واللي بعدها، حتى الله ولي الذين امنوا، تقرا الايه في سوره البقره فاصاب اعصار فيه نار فاحترقت، تقرا في سوره البقره وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، تقرا في البقره ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم، تقرا في سوره العمران الخمس الاوائل من سوره العمران، في سوره العمران الذين قال الناس لهم ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله، ثم تنفذ على زيت، ثم تقرا بالخمس الاوائل من سوره الملك، الخمس الاوائل من سوره الصافات، سوره الزلزله، المعوذتين والكافرون والاخلاص، ثم تذكر ذاك الذكر الدعاء اللي احنا قلنا عليه اللي هو اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم 3 مرات، فك رهاني المرهونه من العين والحسد والسحر ومس الشياطين وسائر الاسقام والامراض ما علمت منها وما لم اعلم ان الله بصير بالعباد، ثم تقول كلمه التوحيد وتكرر ما شئت، لا اله الا الله وحده لا شريك له حتى اخرها، تكرر اكثر من مره، ثم تنفث بالزيت وتبدا ليليا بدهان الجسم كامل او بالراس كامل والصدر والبطن والاقدام، الراس الصدر البطن الاقدام مع منطقه السره ليليا، مع تنقيط حاجه بسيطه جدا من المسك الاسود مع الزيت حتى يكون في رائحه المسك الاسود. واضح؟ شكرا لك يا شيخ، الله يعطيك. ولا تتجاوز كثير، وجميع اللي عندك من اعشاب حق الرجالات كلها طلعها برا. يعني ما ارقي احد ولا لي شغل؟ لا حتى تستقر احوالك. اذا استقرت احوالك خلاص بامكانك ترقي الناس كلهم، لانه اصبح عندك، اسال الله ان يكون عندك الهاله اللي تكفي بان الناس يستفيدون منك. الله يفتح عليك يا رب. ولا تخبر احد، لا تجلس مع احد اذا شفت احد بالدوام او بالشارع او باي مكان تقول له انت عندك مس، لا، لان هذه غير محببه. اغلب الناس حتى لو في مس ما يبغى احد يقول له، او ما في مس ثم يخاف ويبدا يقول لك انه نعم انا عندي، ويبدا يهوجس، ولا انت كذا ممكن تؤذي الناس وانت ما تقصد. انا جتني بعد الرؤيه الاخيره هذه بديت اعرف، يعني يوم قلت بالحلم اني هذا مو امي هذا المس، انا عارف المس بعد قمت اعرف، قبل ما كنت. اي نعم عارف، انا عارف كل شيء، انا عارف تفاصيلك كامله، لكن انا اقول لك لا تخبر احد ولا تقول لاحد ان في كذا او في كذا ابدا، انسى الموضوع. الله يفتح عليك، شكرا يا شيخ. وعليك في امان الله عبد الرحمن.